يا صباح الخيرات يا احلى وردات واحلى فراولات، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيديو جديد بروتين جديد من المدعكه اللي انا فيها. خليني الاول اقول لكم انا بحبكم في الله. وحقيقي انا بشكركم قوي 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 على تعليقاتكم اللي بتحفزني وبتديني طاقه، وعلى قلوبكم الصافيه اللي يعني بجد يعني اللي بتحبوا الخير لغيركم. حقيقي مش عايزه اقول حد باسم بعينه عشان ما انساش حد، بس والله كلكم ما شاء الله عليكم وردات وتتشالوا على الراس. جزاكم الله كل خير، واعطاكم زي ما بتتمنوا لي واكتر. زي ما انتم شايفين في البدايه كده، خليت ابني يصور لي جزء كده والنجار بيركب الغرفه بتاع اخواته، هو ده بس اللي عرف يصوره. وطبعا بوريكم، بصوا انا والله فعلا انا في الحته دي انا كنت واقفه قصاد الحاجه مش عارفه اعمل ايه. اللي هو ايه، مش عارفه ابتدي بايه يعني. اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ادخل على ايه الاول؟ فصراحه قلت لا، ما بديهاش بقى ايه، انا هسيب كل الليله ديت واخش اقف في البلكونه يعني. يعني لكم ان تتخيلوا كميه روقان، والله ما روقان، ساعات بيبقى من التعب. بصوا البلكونه فيها حاجات مرميه. الونش وهو بيطلع، انا في دور تامن، فالعفش طالع ونش اللي مطلع. بصوا اي حاجه كانت بتترمى، الله يكون في عونهم طبعا يعني. الناس اللي كانوا بيدخلوا، اخواتي كمان كانوا واقفين، وزوجي واخوات زوجي وكده، فالموضوع كان متعب انا عارفه. بصوا وده يعني الضريبه بتاعه النقل، الكنبه زي ما انتم شايفين. بصوا اتجرحت وهي بتنزل من الشقة عندي هناك، قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله ان بتيجي في الحاجات دي، والحمد لله ان كلهم بخير. انا كنت حاملة هم يوم النقل ده يا جماعة، مش عايزة اقول لكم والله. سيبوكوا يعني من اللي انا كنت بعبي الحاجات دي، وتعبت قوي 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 في ان انا اربط حاجتي واجمع حاجتي. تعبت جدا بصراحة. أنا قعدت يعني ظهري فعلا تعبني أنا يا جماعة، عشان كنت أنجز مع زوجي. كنت بشيل على كتفي كده حاجات من عندي، بس الحمد لله كنت في التاني يعني. كنت بشيل أنزل معاهم في الشارع عشان أنجز معاه، كانوا صعبانين عليا الحاجة الكتير. زي ما انتم شايفين، بصوا انا كنت سايبه كل حاجه، انا ما كنتش شلت اي حاجه من مكانها والله. كمان كانوا جم بقى، زي ما انتم عارفين لما تيجوا تنقلوا الصنايعيه بيبقوا موجودين، فالصنايعيه كانوا موجودين. بتاع الالموتال كان موجود، يمشي يجي وراه على طول اللي هيركب البوتاجاز، يمشي يجي وراه على طول النجار. فزي ما انتم شايفين كده انا ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه، فكنت بجمع كده في الاوض الحاجه اللي انا ايه مش محتاجه ان انا احطها بره دلوقتي. غرفه ابني كانت منصوبه من قبل ما نجيب بقيه العفش، لان كان في حاجات راحت الشقه، وبعد كده الجزء الاكبر بقى راح بالونش في النقله دي. فزي ما انتم شايفين كده، زوجي الله يعينه كان بيشيلوا الحاجه من على الونش، بيساعدوا الرجاله اللي شغالين على الونش، بيدخلوا يرموا الحاجه في اي مكان كده علشان خاطر ينجزوا وقتهم. انا بعد ما ركبت المطبخ، بصوا الوضع ده، انا هوريكم هقول لكم النور عشان تشوفوا قصدي ايه. انا ما حبيتش الجزء ده، انا هنقله من مكانه هنا، احطه جنب الصفايه بتاعه الاطباق فوق الحوض يعني. والجزء اللي هناك اللي قافل لي الشباك ده كله هضطر ان انا احطه فوق البوتاجاز. هتشوفوا بعد كده كل ده لما يتغير. انا لسه لي لغايه دلوقتي في شغل في المطبخ ما اتعملش، يعني انتوا فاهمين. الفيديوهات دي يا جماعه انا مصورها لكم، ممكن تكون بقالها شهرين او شهر ونص، بس انا ما كانش عندي نت، ما كنتش ركبت راوتر، ما كنتش لسه عارفه حاجه في المكان اللي انا فيه، ما فيش خط ارضي، فالموضوع يعني كان مجهد جدا. طبعا قلت ايه، انا محتاسه هنا في فطار وكده ومش عارفه اي حاجه في اي حاجه، فكان عندي كيس فول قابلني كده وانا برص الديب فريزر، قمت مطلعاه نقعاه ورحت معلقه عليه، قلت مش هيحتاج ان انا اقف جنبه ولا حاجه. بوريكم الفيو من عندي، يعني حاجه كده اللهم بارك ترد الروح. يلا لو انتي وصلتي معايا لحد هنا وما فقعتليش اللايك، افقعي لي اللايك ينوبك ثواب كده. علشان خاطر ايه، ده الدعم منك ليا، مش هتخسري اي حاجه والله، اللايك مش هيخليكي تخسري اي حاجه، بس هيفيد اختك ان القناه اليوتيوب هيقترحها على ناس غيرك يشوف الفيديو، فبالتالي القناه تتشاف، فبالتالي ان هي تتعرف، ومجهودي وتعبي بتاع السنين اللي فاتت دي كلها لعل وعسى يعني لو ربنا مقدر لي الخير، ان ربنا يكرمني يعني واتوفق في القناه. انا بتمنى صراحه، بتمنى حقيقي جدا، لاني بجد تعبت في القناه. زي ما انتم شايفين كده ايه. طبعا ما صورتلكوش كل حاجه لان كان الجو حر جدا، والدنيا زي ما انتم شايفين متدربكه، ومش انا لوحدي اللي موجوده، في صنايعيه في زوجي والولاد وكده، فما كنتش عارفه ان انا افتح الكاميرا واصور كل حاجه. بعد ما رصيت اجزاء كتير من البيت، قلت بقى افرش معاكم الليفنج كده على روقان. ده جزء من الليفنج حاطه فيه الانتريه، ده الانتريه بتاعي اللي انا متجوزه بيه من 18 سنه، بس انا عملت له تعديل. كنت دايما في الشقه القديمه، فاكرين؟ لو انتوا فاكرين اقول لكم ايه، في الخطه الخمسيه الجايه ان شاء الله لازم اغير قماش الانتريه بتاعي.
كان انتريه بتاعي، هحاول احط لكم جزء كده منه من شكله القديم علشان تشوفوه. يعني جبت له قماش من اول وجديد، ده جلد مقلوب. انا اخترت اللونين دول لاني بعشق اللونين دول يا جماعه، انا عاشقه للالوان دي. وجبت لهم كمان ده بديل سجاد، ما جبتش سجاد صراحه، انا عندي سجاد كتير، فقلت ليه انا عايزه حاجه خفيفه احطها. ورصيته يعني ايه بالشكل ده. عارفين انا غيرت يمكن الرصه ديت من الوقت اللي صورت لكم فيه الفيديو لغايه دلوقتي يمكن 3 4 مرات بثلاث اربع وضعيات مختلفه يعني. كل ما بتطقي في دماغي حاجه بقوم اعملها. زي ما قلت لكم ناقص لسه حاجات كتير. انتوا عارفين بقى لما بتنقلي في مكان تاني بتغيري اماكن العفش بتاعتك كده، بيبقى ناقصك حاجات. برضو الدنيا بتزنق شويه في الماديات، ففي حاجات لسه طبعا محتاجه اشتريها. محتاجه اجيب ستاره كمان بيج قصاد الستاره اللي هناك دي احطها من عند البلكونه. انما الستاير اللي هي اللي موجوده اللي تحت دي ستايري انا كنت عاملاها يمكن من 10 سنين ولا 8 سنين ولا حاجه. لا والله اكتر، عاملاها من 12 سنه بالظبط. المهم خلصت الليفنج زي ما انتم شايفين على السريع كده. كنت طبعا مظبطه بقيه الشقه. بصوا انا قعدت اعمل ايه، ما ضغطتش نفسي خالص خالص. انتم شايفين انا بعمل ايه صح؟ مش محتاجين ان انا اقول لكم، انا بس بشارككم كده ايه اليوم كان ماشي ازاي. يعني ما ضغطتش نفسي. عملت ايه، بقيت مثلا اخد يوم للدولبه، ان انا ارص بس اللبس في الدولبه بس، ما بعملش اي حاجه تانية غير اني بطلع بفرز. ما انت طبعا بتطلعي تفرزي شنط، بتعيني شتوي وبتطلعي صيفي او العكس، ملايات فوط الحاجات دي كلها. فابتديت ان انا اعمل يوم للدولبه بس كلها. خلصت الدولبه وابتديت بعد كده امسك اوضه اوضه بقى. كده كده العفش منصوب جديد. ابتديت بقى امسح كده العفش ايه بس كروكي على السريع، مش برضو التلميع اللي في بالكو لسه. افرش مثلا سراير ملايات تانية غير الملايات اللي كانت محطوطة وقت ما كنت بظبط او وقت النقل. لاني حطيت ملايات قديمة على السراير عشان الارض ما كانتش مفروشة، كانت الملايات الجديدة هتتبهدل. ابتديت بقى ايه الاوضه اللي امسحها وانضفها وافرشها اقفلها علشان خاطر ما نجيبش من بره لجوه. يعني ما ضغطتش نفسي، بس اخدت وقت اكيد لاني لوحدي. الله يعيني يا رب كل واحد على حاله. اختي جت عملت معايا حبه حاجات كده والولاد جننونا. قلت لها بس كده حلوه قوي، ونقعد نشرب مع بعض شويه بيبسي وبس كده. يعني مش عايزاكي تعملي اي حاجه، كفايه ايه انكم نورتوني وانستوني، كفايه عليا. لان فعلا والله في وجود الولاد الصغيرين ما تعرفش تعملوا اي حاجه. وفعلا احنا ما عرفناش نعمل حاجه يومها، واختي هبطت وتعبت وكانت ليله يا عمده، والله كانت ليله. فابتديت ان انا اعمل حاجه. السجاد اللي انا مش هفرشه سبته زي ما هو بالاسترتش بتاعه اللي انا كنت لفاه بيه، ودي فكره حلوه قوي للي بينقل يا جماعه. كل السجاد لفيته في استرتش وعنته. ثواني هكمل لكم بس هقول لكم الحته دي. انا عشان اعمل الكبده بعد ما تبلتها زي ما انتم شفتوا التتبيله الحلوه وقطعت لها الخضار دي بقى ايه، ما تقولوش لا كبده اسكندراني ولا كبده فرنساوي ولا كبده مش عارف ايه، دي كبده هند انا مسمياها كده. دي الكبده بالطريقه اللي انا بحبها بالطعم اللي انا بحبه، ما بتأيدش بوصفه معينه. فاهمين انتوا قصدي؟ حطيت زيت كتير، مش عارفه الحروف رايحه مني فين. حطيت زيت كتير وكان عندي 3 4 حتت دهن صغننين كانوا مع الكبده. حطيتهم الاول خدوا لون، وبعد كده نزلت الكبده على السريع على السريع خدت لون، ما قلبتهاش غير ما خدت لون. ووسعت كده ونزلت البصل، وبعدين تقلبتين البصل وقمت منزله الثوم. انا بحب البصل في القرشه والتسكيره بتاعته ما يبقاش منغنغ كده ومستوي قوي. الطماطميه دي بقى يا جماعه بتاخد الكبده في حته تانية، بتخليها سكر سكر سكر، ولو باتت لتاني يوم طعمها ما يغيرش، تبقى روعه روعه والله بجد. قلبتها وهنزل نفس البهارات اللي تبلت بيها الكبده اللي هي كزبره وكمون وفلفل اسمر وشطه. هنزلهم برضو دلوقتي علشان احيق الخضار اللي انا حطيته. طبعا انا ما كنتش حطيت ملح وانا بتبل الكبده، لانك لو حطيتي ملح وانتي بتتبلي الكبده هتنز دم، واحنا مش عايزين كده طبعا. وحطيت خل معاه وانا بتبلها، فمش هحط خل هنا، هحط ليمون بقى. الليمون ده اخر حاجه خالص عشان ما يمررش. بعد ما بنزل الفلفل الحامي والبارد تقلبتين وبس كده، هي خلاص الكبده البلدي ما بتاخدش وقت. دي كبده بلدي يا جماعه، احنا ما بدخلش البيت عندي اي حاجه مستورده الحمد لله. ده كان غدانا، بما ان انتوا عارفين انا مضغوطه، هو دوت وجبنا شيبسي وجبنا عيش بلدي وحمرت بطاطس، والف هنا وشفا يا رب على قلبهم. قلت مش هفضل منشفاها عليهم كده. لقيت عندي الكيس دوت حاير كده في ضرفة الخزين. ده كان كيس حلواني، اسمه حلو الشام يا ربي مش حلواني. ده بسبوسة جوز الهند. بصوا البسبوسة دي من احسن الانواع اللي استعملتها للدقيق البسبوس بجد والله العظيم. روعة روعة روعة. السايب برضو حلو والله حلو، بس بحس ان هو ناشف بيحتاج سوائل كتير.
انما صراحه حلو الشام ده، هو انت بتفضي الكيس مكتوب عليه من ورا المكونات اللي فيه وازاي تعمليه. يعني حتى الشربات كاتبلك تعمليه ازاي، يعني اللي ما بيعرفش يعمل بسبوسه يعرف يعملها. انا بحبها بجوز الهند صراحه. وادام عندي قلت استعمله. هحط 4 معالق مليانين كده كبار من جوز الهند المبشور. مش حابه تحطي ما تحطيش، بس والله بيديلها قرشه كده وطعم حلو. انا عاينه الجوز الهند او الزبيب او كده في التلاجة يا جماعه عشان الحر. ممكن لا قدر الله يجي عليه نمله او حاجه، وحتى لو مش في الحر والله اضمن ان هو يكون في التلاجة يعني. الجو ما كانش برضو حر قوي زي ما انتوا فاهمين. فتره الليل عندي اللهم بارك الجو جميل اللهم بارك. نزلت ايه كمان، نزلت 4 معالق مليانين سمنه اذا كانت بلدي بقى او غيره. انا ما كانش عندي بلدي صراحه، استعملت اللي هي زبده صفرا كريستال. هبص بقى هفضل اقلب البسبوسه مع السمنه. المرحله دي اللي بتخلي البسبوسه معاكي مرمله. يا مرملين انتوا يا حلوين، واخدين لي بالكم؟ طيب لو وصلتوا بقى لغايه هنا وما حطيتوش لايك، حطوا لي لايك. حطوا لي لايك يا جماعه، عشان والله بجد يعني انا بنقهر من كميه عدد المشاهدات يعني بقعد اقول يعني احنا ناقصنا ايه؟ يعني اذا كان انا او غيري والله من اللي بيتعبوا في قنواتهم، يعني ايه اللي احنا حاسه ان احنا بنحاول نتعب على جوده التصوير، على المحتوى نفسه. مش معبيين وخلاص اي كلام في اي كلام في الفيديو. والله اللي هو نطلع باكبر قدر من الافاده. والله مش بتكلم عن نفسي، بتكلم عن قنوات كتير بشوفهم بيتعبوا، ونفس الحكايه زي عندي كده بالظبط. المشاهدات تكاد تكون معدومه يعني. فمش فاهمه يعني المشكله. معقول يعني الذوق العام بقى بيدور بس على الخناقات والبلطجه واللي تعالوا شوفوا. انا هتجوز وخطوبتي مش عارفه. يا جماعه دي حاجات ليكوا انتوا يعني. إيه اللي هيفيد الناس في كده؟ انا والله مش فاهمه بجد. ماشي ممكن اكون افيدك بوصفه، افيدك مثلا انا بفرش بنقل وانا بنقل عفشي عملت فيه ايه. الحاجات اليوميات بتاعتنا. انما الداخليات قوي دي يعني مش معقول هي دي اللي بقت تشد الناس، بس مش معقول بجد. فيعني الله المستعان. المهم بصوا لو انتوا تلاحظوا بره، بصوا السرسوب اللي باين ده، بصوا كان لسه في شنط هدوم في الارض يعني. كان لسه لازال عندي شنط لسه ما اتفرشتش. وكان في هدوم عايزه تتغسل، فانا كنت بغسل تقريبا من ساعه ما نقلت. كنت قعدت اغسل كل يوم. الهدوم دي كانت بتطلع منين ما اعرفش. طول ما انا بفرش دولاب اي حاجه احس ان هي مش عجباني، حاسه ان هي مش نظيفه، حاسه ان هي اتطربت بهدلت من نقل، اقوم ماسكاها غسلاها. واخدين انتوا بالكم؟ المهم البسبوسه وصلت للقوام دوت. انا حطيت عليها علبتين زبادي. ممكن تحطي علبه زبادي وكوبايه لبن لو انت مش عايزه تحطي كله زبادي. انا ما كانش عندي لبن صراحه، وكان عندي بعت ابني جاب لي علبتين زبادي. انا ما كانش عندي اي حاجه لسه، يعني يعتبر البيت ما كانش فيه اي حاجه لسه، فكنت كل حاجه بنزل اجيبها. فخلاص هو ده القوام المظبوط بتاع البسبوسه. مش بتبقى ماسكه عن كده، لا اما هتبقى ناشفه قوي. ليكي بقى كامل الحريه انك تدهني الصينيه سمنه، ترشي دقيق سومولينا. انا نسيت اسيب حبه تدهنيها طحينه، بس انا بحس ان ده تهدير اوفر يعني، عشان الطحينه الكيلو بقى 150 جنيه دلوقتي يا جماعه. مش معنى هي يعني الحمد لله الله المستعان. فبس رزعتها كام رزعه كده. بعدين بصي انا بحس لما بنعمل البسبوسه في البيت يا جماعه ما بتكلفش 1/10 لما تجيبيها جاهزه من بره. واحسبيه كده الليله كلها على بعضها. كيس البسبوسه ده ب 15 جنيه، علبتين الزبادي ب 12 جنيه، كده 27 جنيه. والسكر عندك في البيت اكيد. بس خلاص خدت ايه تاني؟ ما خدتش حاجه تاني. احنا قلنا جوز الهند ده اختياري، وانا لو ما كانش عندي ما كنتش جبت مخصوص وحطيت. فيعني شوفي انت ممكن تجيبي صينيه بسبوسه بالحجم ده من بره بكام. ادام عندك سكر التموين، عندك الحاجه بتاعتك، خلاص اعملي في البيت يعني لاولادك حاجه حلوه تطري على قلبهم كده. بدل مثلا ما تروحي تجيبي من بره بقد كده، او ما تجيبيش خالص. يعني من وقت للتاني، مش هقولك اعملي كل يوم. انا عن نفسي مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين بعمل لهم حاجه حلوه على حسب الموجود في البيت او متاح فيه فلوس او لا. يعني في فلوس من المصروف تستاهل ان انا تفيد معايا ان انا اعمل حلو، او اني لا يبقى البيت محتاج حاجات تانية اهم واولى، خلاص مش لازم. انا كمان ولادي مش، لا انا ولا ولادي ولا زوجي من عشاق الحلويات قوي يعني. مش بنحب الحاجات المسكره قوي، ممكن نحب الفاكهه اكتر. خلاص عملت معاكم الشربات. كوبايه سكر مليانه وكوبايه وربع ميه بيغلوا غلوتين بس، وبحط كيس الفانيليا بعد ما بطفي وهي سخنه والبسبوسه سخنه، وبقوم حطاهم تش على بعض كده، بس ما تنزليش في حته واحده. بس خلاص دي البسبوسه يا احلى بسبوسات. ما تنسوش اختكم في لايك للفيديو علشان خاطر الفيديو يترفع. ودي اظن تالت مره قلت لكم في الفيديو النهارده، ويا رب ما تنسونيش بقى.
جيت اغطيها، بصوا جيت اغطيها بالغطا لقيت الغطا صغير. انا بغطيها ليه؟ علشان خاطر تبخر يعني، فالبخار بتاعها يلاقي حاجه صداه يعني ان هو يطلع، فينزل عليا تاني فتبقى طريه. بجد مش عارفه الحروف رايحه مني فين النهارده، يمكن عشان انا بسجل لكم صوت على الفيديو والكهرباء قطعه، الله المستعان. إيه انتوا يا جماعه دلوقتي الكهرباء عندكم بتقطع ساعتين برضو ولا ايه الدنيا؟ عشان والله يعني خلاص الواحد خلاص روحه بتطلع والله من الحر والخنقه والضلمه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا ينور لنا بقى قبورنا، اللهم امين. بس خلاص، ما تنسوش بقى اختكم في لايك. مع السلامه.